الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحابته الأكرمين. مولاي أمير المؤمنين، بمناسبة إحياء المولد في العام الماضي، تفضل جنابكم الشريف بصفتكم أميرا للمؤمنين وحاميا لثوابت هذه الأمة، تفضلتم بتوجيه المجلس العلمي الأعلى من أجل القيام بما يليق من التذكير والتنوير برسم الاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقد حفلت السنة يا مولاي بمجالس الابتهال والتعليم، فنسأل الله الحميد المجيد أن يضيف ما تنزل في تلك المجالس من فيوض الرحمة إلى سجل مبرات جلالتكم، وأن يضاعف به الأجر في صحيفتكم. مولاي أمير المؤمنين، إن تعلق الأمة المغربية بالجناب النبوي المنيف له تجليان، تجل سياسي وتجل عاطفي، ولكليهما سناد شرعي. فأما التجلي السياسي فهو إسناد إمامتهم العظمى للشرفاء من عطرة الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وذلك على البيعة لحفظ الأرض والثوابت وضمان التحكيم العادل بين مكونات الأمة. أما التجلي العاطفي فيتمثل في تبريزهم في ذكر المقامات المصطفوية، بدءا بكتاب الشفاء للقاضي عياض، ومرورا بكتاب الدر المنظم للعزفي وكلا العالمين من مدينة سبته، ووصولا إلى كتاب دلائل الخيرات للإمام الجازولي. وكان هذا الكتاب شعارا المغاربة في تعبئتهم لتحرير المدن المحتلة على المحيط الأطلسي في بداية العصر الحديث. مولاي أمير المؤمنين، إن الأمة المغربية المجبولة على اللجوء إلى حمى رسول الله بالاتباع برهانا على المحبة تشهد اليوم أن علماءها وهم يستحضرون قوله صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ يعملون ضمن خطة تصديق التبليغ على إقناع الناس بكل وضوح وبساطة بأن التوحيد الذي دار عليه القرآن الكريم وتبليغ النبي الأمين هو المتمثل في التحرر الخلقي من الأنانية الفردية والجماعية، تحررا يتيسر به الإصلاح العملي للتدين. حفظ الله سيدنا الهمام، والسلام على المقام العادم الله. الله يبارك عم سيدي. وبهذه المناسبة يقدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بين يدي أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله كتاب ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج، وهو الكتاب الذي ألفه في ذكر شمائل الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام الشيخ محمد المعطي الشرقي، وهو من شيوخ الزاوية